السلام عليكم يا إخواني، وفي صفحة هونشت معكم السفير الضماري في إطار بناية وحكاية. إذا شفيتوا البناية اللي حكيتها لكم تاع القالة، مرفأ القالة وهيبون والقالة وحكينا على التجارة الوقت ذاك، وحكينا على الداي اللي عطالهم اوتوريزاسيون دو كونسيسيون باش يستغلوا، وحكينا على سامسون نابليون وقلنا حكايته وهو انسان مسيطر على التجاره الوقت هذاك. راح نزيد نعطيكم قصه اليوم ونجيبكم هنا الفور جينوا اللي هو كاين نفس الموديل موجود فور جينوا، واللي درت عليه حصه في لاكاروب. هذا هنا البصري جيت لها هي فور جينوا. قلنا سامسون نابليون هذا هو أصله قرصان بحري، سيتان بيرات ماران، ويعرف اللغة العربية ويعرف اللغة التركية، فهمت. في 1623 تلقى دعوة من طرف خضر باشا. خضر باشا يا أخي، شفتوا الفيلم تاع حريم السلطان وخضر باشا اللي كان حاكم الجزائر وكذا وكذا، ويطلع الملك سليمان ويقول له أنا جيتك من الجزائر وجبت لك جواري وجبت لك الذهب. هاك الحكاية ذيك تاع الأتراك راح نزيدو ندخلوا فيها تفاصيل، ولكن جبت خضر هنا في التاريخ لأنه هو اللي استدعى هذا سامسون بابلون القرصان، فهمت، وهو بحري، واللي اعطاه لا كونسيسيون اللي يفتح مرفأ ساحل المرجان. ولكن سامسون بابلون هذا ماهوش انسان قرصان بحري وعنده تجاره وعنده اموال، لا، هو في الاصل هو راهو نقدر نقوله بلغتنا اليوم جاسوس او عميل، لانه هو ضابط مكلف بوظيفه قنصليه في الاصل، وهو راجل مخابرات مكلف بمهمه. والمعاهده اللي تمضت مع هذا خضر باشا كان بتاريخ ديسمبر 1628 مقابل 24300 جنيه. هذا تاريخ بركة في الدفتر الصغير هذايا. وبموجب المعاهدة هذيك اللي مضاها عنده الحق في الإقامة في القالة وفي بونا، وكان هو مختص في تجارة القطن والمرجان والخيول والأقمشة والزيوت والعسل والصيد البحري، وكان يدفع بالعملة الذهبية. بعد هذه اللقطة الخفيفة أروحوا معايا خاوتي، هذا فور جينوا اللي موجود في طبرقة، وعمكم السفير راني جيت على جال هذه اللقطة. وهذا هو اللي هو لما سيطر على تجارة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، أي يعني عنابة والقالة وكذا، حب يمتد النفوذ تاعو إلى الطبرقة وحب يحتل الطبرقة، ولكن على أسوار هذه القلعة تم قتله من طرف الفرنسيين أو جنوب فرنسا، أصحاب المال وأصحاب النفوذ، اللي هو نكد عليهم عيشتهم وفسد عليهم التجارة. هذا هو فور جينوا اللي موجود في طبرقة. وعندكم السفير، لاني نقولها لكم ديما، لاني مؤرخ لاني فيلسوف، لو الانسان مواطن، نبحث بركه ونحكي لكم. الحلقه الثانيه راح ندخلوا تفاصيل تاع فور جينوا اللي موجود في طبرقة.